ازيكم يا حلوين؟ تعالوا النهاردة نعمل كوكيز الأفران أو البسكوت الاقتصادي. يعني بيضة واحدة بس ومن غير زبدة هنعمل كمية كبيرة جدا من الكوكيز الاقتصادي. وصفة سهلة وسريعة وأي حد يقدر يعملها وهتكون ناجحة جدا معاه. بس قبل ما نبدأ ما تنسوش تعملوا سبسكرايب أو تشتركوا في القناة ولايك للفيديو وتدوسوا على الجرس عشان يوصل لكم كل فيديوهاتي. ويلا نبدأ. المقادير اللي معايا سهلة جدا وبسيطة. هجيب بولة هحط فيها نص كوباية من الزيت النباتي، عليهم نص كوباية من السكر الأبيض، وبيضة بدرجة حرارة الغرفة، ونص معلقة من الفانيليا، ورشة الملح. وبعد كده هقلبهم مع بعض كويس جدا لحد ما السكر يدوب شوية ولونه يفتح، وهو ده القوام بتاعه. بعد كده احط عليه معلقة كبيرة من اللبن البودرة، ودي اختيارية وممكن تشيليها من الوصفة، ومعلقة كبيرة من النشا عشان تخليه هش، وكوبايتين من الدقيق، والدقيق هنا جميع الأغراض، بس هحط منهم حوالي كوباية ونص كده، وأعجن وأشوف العجينة هتستحمل معايا دقيق تاني ولا لأ، ونص معلقة صغيرة من البيكنج باودر. وهقلب كده كويس وهشوف العجينة هتستحمل معايا دقيق تاني، وفعلا أخدت معايا حوالي معلقتين كبار كمان. بعجن كويس والعجينة بتكون طرية جدا بس في نفس الوقت مش بتلزق في الإيد. ومعايا شوية من الشوكليت شيبس الصغننة خالص دي، بحط شوية في العجين وبقلبها كده وبدخلها جوه، وباخد كورة صغننة على حسب الحجم اللي انتي عايزاه، وبعدين ببطط عليها كده شوية، وهحطها بقى في الصاج بتاعي اللي هيدخل الفرن، واخلص كل الكمية، واحط كمان على الوش شوية من الشوكولاتة دي عشان يبقى طعمه حلو ولذيذ. طيب لو انا عايزة اعمل بقى من البسكوت ده بالشوكولاتة، هتبقى نفس المقادير، بس بشيل معلقتين كبار من الدقيق وبحط بدلهم معلقتين كبار من الكاكاو الخام ورشة قرفة كمان، وبرضو بشكلها بنفس الطريقة، وبتدخل الفرن سخنة على درجة حرارة 180 على الرف اللي في النص. هتقعد معاكي حوالي تلت ساعة، هتكون استوت وبقت تمام. وبعد السوا حجمه بيزيد سنة بسيطة، بياخد لون ذهبي حلو، ومتغمقيش اكتر من كده علشان ما يتحرقش، مقرمش جدا. النشا اللي حطيناه بيخلوه هش وخفيف. طلعوا كمية كبيرة المقدارين دول، يعني حوالي مثلا 50 واحدة تقريبا، وهيسد معاكي في اي وقت. وبس كده. واهم حاجة ما تنسوش تشتركوا في القناة. انا اماني علي، واشوفكم على خير.